وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفيك يا بحر ويصبرك على فراق زوجك ويشفيكي يا حبيبة قلبي. طبعا حبايبي المتابعين، انا بشكركم كلكم طبعا على وقفتكم جنبي ودعمكم لفيديوهاتي، والحمد لله بدأت قناتي ترتفع طبعا بوقفتكم جنبي وبدعمكم جنبي لي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا حبايبي، ويديم وقفتكم جنبي يا رب. هتتكلم النهارده عن ايه يا ام محمد؟ انا هدخل يا حبايب قلبي اوريكم نوعية من القنوات اللي بتدافع عن داهية. قناة والله العظيم انا مش عارفة الست دي ازاي طالعة على السوشيال ميديا بالشكل ده، واللي بيدير لها القناة، والمشكلة والكبيرة ان اللي بيدير لها القناة ده وبيصورها وبيقرا لها الكومنتات ابنه. شغلها الشاغل يا عيني ان هي تهين في حلمي وتسيء لحلمي وتسيء لبنته، علشان ايه؟ خاطر داهية ومتابعين داهية يدخلوا لها. يعني رياء في منتهى الرياء اللي في الدنيا، نفاق نفاق نفاق. بالاخص كمان الست دي تعتبر يعني كده جهل، بتتكلم يا جماعه كده بالعين والحاجب، جسمها بتترقص وهي عماله تتكلم وتقول الفاظ مش كويسه، واحيانا الفاظ اباحيه. وما ادراكم بقى، كانت عامله بس من فتره كانت بتتكلم عن المخده بتاعت حماده وكلام كده، لدرجه انها اتكلمت عن العدو التناسلي. ايه القرف ده؟ بني ادمه يعني. اخر صبرك، اخر صبرك يا داهيه تجيبي ناس منحطه تدافع عنك او تشتريهم. ما احنا عرفنا خلاص ان هم بينشروا بالفلوس وبندفع عليهم، والفيوسات هي اللي قالت واتكلمت، مش احنا اللي طلعنا ولا قلنا حاجة من عندنا. الست دي من فترة بسيطة يا حبايب قلبي اتفاجئت الست دي لقيتها بتقول جوزها بيتكلم كلمة وهي قاعدة تشتغل هي وابنها في البث المباشر. مش عارفة كانت رايحة تعمل مخلل ولا رايحة تعمل ايه، فجوزها بيتكلم بتقول له ايه الهبل ده؟ ايه شغل الهبل ده؟ ولقيتها وصلت شتيمة وردح لجوزي. قلت سبحان الله، الطيور على اشكالها تقع. لا، الطيور على اشكالها تقع ازاي يا ام محمد؟ شوفوا داهية الدواهي لما بتقل من جوزها وبتتكلم عن جوزها بتقول ايه. سبحان الله يا ولاد، لقبته بلقب واحدة ست، والست ديت شوفوا بتكلم جوزها بالطريقة دي ازاي. يبقى الاتنين جوز دي وجوز دي سبحان الله بالنسبة لهم مفيش شرابة خرج بمعنى أصح. ليه؟ أنا مش عارفة. يعني المفروض إن حتى لو أنت كده يا ست أنت وأنت ما أنت الصغيرة، ويعني المفروض تتكلمي حتى قدام الكاميرا كويس مع جوزك، تديله قيمته، تديله برستيجه قدام الكاميرا. إنما مفيش فايدة. يعني أنت فوقتي أم الدواهي بمراحل، بس برضو في المجمل كده، في المجمل يعني الطيور على اشكالها طاقة. زي ما انتش مقدرة زوجك، هي كمان رخلة في بعض الاحيان تطلع كده الفاظ اجاركم الله يا حبايبي. ومن كلامها وهي اللي بتقول، محدش بيقول حاجة. يعني من فترة بسيطة ام الدواهي بتقول لجوزها انت حلقت، بدل ما تقول له انت حلقت ورجعت شباب او رجعت كام سنة، بتقول له انت حلقت ورجعت عيل. عيل. وانت يا ام ضباب بتقول لجوزك بطل هبل. يعني انت اهبل ومجنون وده شغل وازاي مش عارفه ايه، وقعدت محموقه وواقفه الكلام وتبص وتعمل مش عارفه ايه.
قاعده تبص بنظرات غريبه للراجل ورا الكاميرا ولابنه، وابنها سكت يجي دقيقه كده ما يتكلمش ولا يقول اي تعليقات. يعني منتهى الوقاحه بصراحه. منظر ما ينفعش يطلع من ست. المفروض ان هي ست شعبيه، ست المفروض ان الشعبيين اللي زيك كده يبقوا أصله، يبقوا محترمين في حق زواجهم، في حق المتابعين حتى اللي هم بيعملوا لهم محتوى. لا، يعني انت لما تسيئي لزوجك الناس هتقول المتابعين اللي بيتابعوا الست دول ناس زيها بالظبط، لان هم لو مش زيها مش هيدخلوا عندها. ولا لا؟ ننتقل لموضوع تاني يا حبايب قلب. حبيبة بنت كبير عيلة الدود عملت منتدى بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسته. فقاعدة بقى تولول في البث في المنتدى بعد ما ترحمت عليها، وبتقول مين اللي هيحافظ على أسراري بعد منك؟ ما عادش ليا حد يحافظ على أسراري بعد منك. انت اللي كنت بتحامي على بتحمي أسراري وما بتطلعيش أسراري، بمعنى الكلام، يعني مش بالنص بالظبط. يعني ان حبيبه كان عندها أسرار، وكانت بتقول الأسرار ديت لستها أم مصطفى الله يرحمها، وستها هي اللي كانت بتصون الأسرار ديت، وما عادش لها حد في الدنيا يقدر يصون أسرارها. الله، أمال النايمة والنايم دول شغلتهم ايه يا حبيب؟ يعني النايمة والنايم دول شغلتهم ايه لما ما يصونوش أسرارك يا بنتي؟ يعني ستك مرحلة وكلنا هندخل المرحلة دي، وكلنا هنروح لحالنا وهنروح عند ربنا، واللي بعدنا بيشيل الراية. فيعني المفروض ان اقرب حد للبنت الام. طب لو علاقتك انت وامك مش قريبين من بعض يبقى الاب. يبقى لا انت قريبه من الاب ولا انت قريبه من الام، واسرارك محيط اسرارك عند ستك، ومفيش امك ملهاش علم باي حاجه. اسرار ايه ده؟ انت عيله عندك 15 سنه، اسرار ايه اللي ليكي وكنت مخبياها مع ستك؟ سبحان الله. المفروض ان النايمه تقوم بدورها المظبوط. يعني انت كأم كده يا نايمه، يعني يلي عماله كنت بتقولي ان انا قد ام كبير عيله الدود، لا قد سته. طيب يا صغيره يا اللي لسه بالذاكره بتاعتك، طبعا المفروض ان انا ست كده عندي 100 سنه على حساباتك، يعني الذاكره بتاعتي ما هيش مظبوطه، يعني ممكن يكون جالي زهايمر ولا حاجه، وانت لسه شباب ونغنوغه. طب ازاي ما انتش قريبه من بنتك يا نغنوغه يا نايمه؟ المفروض ان انت تكونوا قدوه لبنتك قبل ما تكون ستها قدوة ليه. يعني انا اقتدي بستي واحب ستي، ومن حقها انها تحب ستها وتقتدي بقى وكل حاجة، لكن برضو المفروض يكون في مساحة حب وحنان وعطف بين الام وبنتها. هما فين يا نايمي؟ ننتقل تاني يا حبايب قلبي ونروح نتكلم عن مين؟ عن ام الدواهي. ام الدواهي يا ولاد عملت روتين، لابد سبحان الله، لابد انك انت تدخلي حلمية في جملة مفيدة. ما هو انت يا موكوسة لو ما دخلتيش حلمية في جملة مفيدة الفيديو مش هيشتغل، مش هيجيب مشاهدات يا موكوسة. يعني لازم كده تنكشي كده، يا تنكشي القنوات المحبة لحلمية واللي شايفة ان هي مظلومة وبتكلموا كلمة حق بالنسبة لها، يا تنكشي مين؟ يا تنكشي حلمية. بتنكش حلمية وبتقول ايه يا ولاد في الروتين اللي هي نزلته امبارح؟ بتقول انا بعمل روتين دلوقتي يا حبايبي وهسجل، هبتدي اصور لوحدي واسجل صوت، هصور لوحدي واسجل صوت على التصوير بتاعي، على الله بقى بكره ما يجيش حد ويقول انا كمان هصور وهسجل ويعمل اللي انا بعمله. بترمي الكلام على مين يا ولاد؟ على سته. بترمي الكلام على مين يا ولاد؟ على سفيرة الريف المصري. بترمي الكلام على مين يا ولاد؟ على أيقونة اليوتيوب. بترمي الكلام على مين يا ولاد؟ على الحنية المتدفقة، أم قلب طيب الحنونة، الأم البديلة لولاد أختها رانية ولبنى. ربنا يخليهم لولادهم يا رب، على ما على ما أمهم
تيجي. هي دي الحنية، هي دي ان الخالة والدة. ما شفنالكش لاطة والله يا ام الدواهي، ولا رحتي لولاد رانية ولا رحتي لولاد لبنى. وطبعا انت مش هتروحي لولاد لبنى علشان البلاوي اللي انتوا كنت عاملاها قبل كده وطلعتم على بعض السنة اللي قبل ديت. ومش هتروحي لرانية علشان رانية في اعتقادك طالما بنتهم بتعمل المونتاج لحلمية يبقى خلاص هي ما هياش بقى ايه تبعك وبقت ضدك، لمجرد ان بنتي ملكت مونتاج قناة حلمية. فانت كارهه لنفسك. انت في الاول وفي الاخر كل العداءات اللي بتعمليها مع قنوات النقد، مع اخواتك، مع متابعين يدخلوا يقولوا كلمتهم في بس ولا حاجة تمسكهم تهربديهم وتاكليهم، كل ده بسبب حقدك وغلك للأسف الشديد على أختك. فأنت إنسانة مش متصالحة مع نفسك، انت انسانه مش متصالحه مع نفسك. الموكوسين اللي تبعك طالعين يقولوا ايه لحلميه؟ ما تقولي لنا يا حلميه انت جبت ايه من بره؟ قولي لنا زي ما خليت اختك طلعت قالت اسرارها وقالت كل الايه اللي جابته واعترفت. ما تقولي لنا يا اختي ايه كام سبيكه جاتلك وقد ايه دولارات جاتلك وريله جاتلك؟ ما انتوا عارفين يا موكوسين، بدل ما تكذبوا وتصدقوا الكذبه بتاعتكم، الموكوسه بتاعتكم طلعت يعني طلعت بدل ما تتهم حلمية بان هي خدت وعملت، برأتها بان هي ما خدتش حاجة وان هي اكتر الدعم كان عندي. ده حتى الطقم الذهب اللي جه لحلمية جه زيه لدهية الدواهي. ومن مين؟ من متابعة من متابعين حلمية ام سعود، علشان تعرفوا ان في فرق كبير قوي بين متابعين الشطورة اللهلوبة ومتابعين ام الدواهي بهتان لسانهم طويل ومتبر منهم زيهم بالظبط. علشان كده بنقول الطيور على اشكالها تقع، وكل قناة بيبقى لها المتابعين اللي شكله. لو القناة محترمة بيدخل لها ناس محترمين، لو القناة مش محترمة برضو بيدخل لها ناس مش محترمين زيه. فمن هنا مقولة الطيور على اشكالها تقع بتبقى يعني منطبقة بالظبط على مين؟ على متابعين ام الدواهي. اركني بقى يا ام الدواهي على جنب وكفايه كده، لانك انت ان شاء الله في جدولي كل يوم، انت ان شاء الله في جدولي كل يوم. المهم يا حبايب قلبي، فنروح انا وانا بلف اليوتيوب كده كعب داير على رأي اللي بيقولوها، باخد لي لفه كده علشان اشوف اخواننا البعده اللي مش مظبوطين عاملين ايه. لما اتقابلت في روتين ام الدواهي رجعت في نفس ذات الوقت اتقابلت في ميم في فيديو لتاتا امال وهي بتتكلم وبتقول عن النصايب اللي حصلت لها برضو من مين؟ من ام الدواهي. يكفي انك انت يا ام احمد يا تاتا امال، يكفي ان انت كنت السبب في ان ست زي ديت الله يرحمها ختمت حياتها بعمره، ختمت حياتها بعمره اللي عيالها 10 ما يقدروش يعملوها لها انت عملتيه، انت عملتيه يا ام احمد. فما تندميش على خير بقى اتعمل. صحيح الخير اتعمل في غير اهله، خاصة ام الدواهي امهم بقت بين ايدين ربنا يرحمها برحمته، واللي انت عملتيه ليه في ميزان حسناتك. فما تندميش ولا تزعلي على اي حاجة، فربنا ان شاء الله هيجازيكي وهيوريكي فيه يوم ان شاء الله، يوم هيبقى معلوم وانت بتشوفيها هوت، وهتشوفي اللي اكتر واسخم وادل. يوم ما المنافقين الملمومين حواليها دول هتقع فيهم ان شاء الله، زي ما وقعت في قناه قبل كده وقالت لها ما عادش ليكي دعوه بيا، ورجعت سحبت ناعم تاني ودفعت لها مقابل علشان تدخل تدافع عنها تاني. ده هيحصل وهيمسكوا ببعض، واللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. صدقيني هيحصل وحقك بيجي، صدقيني حقك بيجي. يكفي فضايحها وكل اللي قالته على لسانها في البث اللي طلعت علشان تسيء لحلمية فيه أساءت لنفسه وشهدت على نفسه بإن هي اللي كان معاها الحاجات والأشياء والفلوس والسبايك، وحلمية ما خدتش
اي حاجة ولا جاله اي حاجة الا القليل من بعد المتابعين. يكفي ويكفي ان هي كدابة يا ام احمد، كذبت ان ابو فهد والمدام بتاعته خدوها. ابو فهد خد حلمية من الفندق، وهو اساسا هو ومراته ما كانوش موجودين اساسا في السعودية. شوفوا الكذب لغاية فين، عشان ربنا بيحب يكشفها على حقيقتها. ما تزعليش يا تيتا امال، ربك بيجيب حقك، وربك رب قلوب. انت عملت خير في غير اهله، يعني خدمت ناس ما يستاهلوش الخدمة ولا يستاهلوا العطاء. فيا ريت يا ريت كمتابعين كويسين او اصحاب قنوات تنقوا الناس الكويسه اللي انتم تدعموهم، والداعمين نفس النظام، نقوا كويس الناس الكويسه. انما اللي بيحصل مع داهيه وداعمينها دي غسيل اموال، وليها نسبه فيه. لما الحاجه تدخل البلد عندنا ترجعها لها نضيفه تاني، بتاخد نسبه يا حبايب قلبي. فدي يعني مش جديد، دي مش جديد. غسيل الأموال دي حاجة معروفة من زمان، ودهية مسكتها دلوقتي زي الناس اللي كانوا بيعملوا زمان. فيا ريت ما تندميش يا حاج، يا ريت ما تندميش وتتعلمي من اللي حصل لك من أم الدواهي.